السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم موجه بالخصوص للإخوة العراقيين. طبعا كما شاهدتم في أول الفيديو الخاص بوزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بالوزيرين عن إعادة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، العراق والمغرب. بطبيعة الحال، كما شفنا أن رئيس الحكومة العراقية مهندس محمد شيع السوداني التقى أيضا بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في بغداد، وتطرقوا لسبل إعادة العلاقة التجارية والعلاقة الدبلوماسية بين المغرب والعراق. وبطبيعة الحال، آه، هذه بادرة خير وبادرة إعادة العلاقة، خاصة أنه تم تجميد السفارة المغربية في بغداد الأزيد من 19 سنة. وطبعا يوم أمس تم إعادة فتح السفارة السفارة المغربية في بغداد حي المنصور. وطبعا أشكر صديق من العراق الذي نبهني في الصباح الباكر، قال لي أن هناك إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد، وطبعا وبالضبط بحي المنصور، محافظة بغداد، حي المنصور. بطبيعة الحال، إعادة فتح السفارة نتمناو ترجع الفيزا بين البلدين، خاصة أن المغربي يحتاج الفيزا للذهاب للعراق، يحتاج إلى دعوة سياحية أو دعوة من شخص مقيم بالعراق. بطبيعة الحال، العراقيين يستحيل عليهم الدخول المغرب، ولكن طبعا إن شاء الله نتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها، وأن يتم فتح الحدود بين البلدين، وأن تكون هناك سلاسة في الرحلات والتأشيرة، أو إلغاء التأشيرة بشكل نهائي، لما لا. إذا هذا هو فيديو اليوم. نتمنى نلقاكم في فيديو جديد.